لما يكون الإنسان ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه بنعم كتير، اداله صحة واداله حياة، والزوجة ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليها بزوج صالح، حياة ميسرة. تخيل لما يكون ربنا ادى الإنسان كل الصفات أو كل الميزات اللي احنا قلنا عليها دي، وبالرغم من كده اختارت الخيانة من غير أي سبب، الخيانة من أجل الخيانة. بعد ما تم طلاقها ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليها بإنسان ميسر الحال، اداها كل الصلاحيات، بالرغم انه كان بيشتغل برا مصر، بس كان عطيها الثقة، وبالرغم من كده هي خانت الثقة وخانت الأمانة. ومع مين؟ مع المساعد الشخصي بتاعه. فايه هو اللي يكون جزاء، أو ايه هو يكون عقاب فيروز؟ القصة والتفاصيل هنعرفها في حلقة النهاردة. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. الشخص اللي قدامنا ده اسمه مصطفى، شخص مكافح وليه شخصية حابب ان هي تكون متغيرة عن كل اللي حواليه. من صغره هو حابب انه يشتغل في الاستثمار، وبالفعل لما كبر قدر ان هو يحقق ذاته ويحقق حلمه. اصبح اكبر مستثمر في مصر والصين ودول كتير. بس بالرغم من كل ده، في ضريبة النجاح اللي تعرض ليه مصطفى على يد زوجته محدش يقدر ان هو يتخيله. وده السبب ان هو رفع على زوجته قضية، وقدر ان هو بعد كده ياخد منها الاطفال. ايه اللي حصل مع مصطفى من زوجته فيروز؟ ده اللي هنعرفه مع بعض النهاردة. طبعا زي ما قلنا، مصطفى بحكم شغله في الاستثمار ده كان بيتطلب زيه زي اي مستثمر ان هو يسافر لدول كتير، وكل دولة بيقعد فيها فترة بسيطة ويرجع يكمل شغله في دول تانية. طبعا ده منعه ان هو يفكر في الزواج، كان كل هدفه ان هو يحقق نجاح. وبالرغم من كده هو ما كانش باعد فكرة الزواج عن دماغه لفكرة الزواج ذاتها، لا هو كان بيدور او بيحاول ان هو يلاقي شخصية او انسانة تقدر ان هي تتفهم وضعه، بحكم ان هو بيسافر من بلد للتانية. فطبعا صعب ان اي واحدة هتقبل الوضع ده. كان كل ما بيرجع لمصر اهله بيقعدوا يزنوا عليه ان هو لازم يتزوج، خاصة لما وصل 36 سنة. وهو كان بيقول لأهله ان هو بيحاول انه يدور على زوجة تقدر تتفهم طبيعة شغله، بحكم ان هو دايما بيسافر وما بيكونش موجود جوه مصر. لحد ما في مرة من المرات كان قاعد مع صاحبه في النادي، فعرض عليه عروسة اللي هي فيروز، وطلب منه ان هو يروح يشوفها ويشوف اذا كانت فعلا مناسبة ليه ولا لا. وبالفعل راح مصطفى وقعد مع فيروز. هو كان عنده 36 سنة وهي عندها 26 سنة، يعني فرق بينهم وبين بعض 10 سنين. وهي كمان كانت متجوزة قبل كده وقعدت متجوزة لمدة 2 سنين، بس حصل انفصال ومفيش بينهم وبين بعض أولاد. أعجب بيها، خاصة إن الناس كلها بدأت تشكر فيها، وكانت عايشة مع أمها اللي كانت بتتولى مسؤوليتها. اقتنع مصطفى بفيروز، خاصة إنها كانت جميلة على مستوى عالي، يعني من الجمال. مستواهم الاجتماعي كان إلى حد ما حلو بالنسبة له. غير كده كمان بدأت تحكي له عن كل حاجة تخص زواجها السابق، وبدأ يفهم من كلامها إنها كانت غلط من البداية في اختيارها للزيجة دي. علشان كده قرر مصطفى ان هو فعلا خلاص اقتنع بزواجه من فيروز. وهي قبل ما تروح وتقعد معاه كانت مقررة كل حاجة، خاصة ان هو زي ما قلنا مستواه المادي كويس جدا، وهي مستواها معقول، بس هي كانت شايفة ان بالزواجة دي او بالزيجة دي هتتغير حياتها كليا، وهتتنقل من مستوى لمستوى تاني خالص. وبالفعل اقتنع مصطفى بكل الكلام بعد ما قعد واتكلم مع فيروز، وقرر ان فعلا يتم الزواج منها. يعني زي ما بنقول كده انها كانت شايفة ان هو جواز مصلحة. شخص حلو، مستواه المادي كويس جدا، زي ما قلنا هينقلها الوضع تاني مختلف تماما. والاحسن من كل ده ان هو مش هيبقى قاعد لها على طول في مصر، لا هيبقى مسافر، فبالتالي هتبقى على حريتها اكتر. هي راحت المقابلة وكانت مقررة من الاول ان هو فعلا خلاص هيتم الزواج، وهو في الوقت ده اعجب خلاص بيها واقتنع، وقرر ان هو هيروح فعلا ويطلب ايديها من مامتها. وبالفعل تاني يوم بعد ما تمت المقابلة قرر ان هو هيروح لمامتها البيت ويتقدم لفيروز. ونفس الحكاية امها كانت موافقة عليه من قبل ما تشوفه، بحكم الصفات الحلوة الكتير والحالة المادية اللي هو عايش فيها. وزي ما قلنا ان مصطفى بحكم ان هو مستثمر وبيسافر لدول كتير، علشان كده قرر انه يتم الزواج في مدة 40 يوم علشان يرجع يكمل شغله ويمارس حياته من تاني. وبالفعل قرر ان هو خلاص هيجهز نفسه، وجهز فيلا فخمة جدا رقم 48 في حي راقي في مصر الجديدة.
والفيلا كانت مجهزة بكل حاجة ممكن الواحد يتخيلها، فيها كل الإمكانيات، مش محتاجة غير اللمسات البسيطة لفيروز، يعني مش محتاجة إنها تجيب أي حاجة. وبالفعل تم الزواج وقضوا شهر كامل مع بعض، شهر العسل، وقرر بعد ما الشهر عدى إن خلاص هينزل وهيكمل شغله وهيسافر. كان شغله ما بين مصر والصين ودول كتير، وبيقعد بس شهر عندنا هنا في مصر. وفيروز كانت راضية وكانت مقتنعة بالعيشة دي لأنها خلاص عندها كل الإمكانيات وكل اللي بتطلبه موجود. وبعد أول سنة أنجبت فيروز طفلها الأول، وكانت حياتهم ماشية طبيعي وكويسة جدا. بس بعد مسؤولياتها بعد سنة كمان بدأت تشتكي إنها بتقوم برعاية الطفل لوحدها. ومن هنا قرر مصطفى إن هو هيجيب شخص هيكون هو المساعد الشخصي له، وفي نفس الوقت هيقوم بكل طلبات فيروز في الوقت اللي هو ما بيكونش متواجد فيه، وهيكون شغله داخل الفيلا، وإن المساعد الشخصي ده هيبقى متواجد مخصوص علشان يؤدي كل مطالبها، خاصة إنها بعد كده السنة التانية برضو أصبحت حامل، فبقى صعب الحركة بالنسبة لها، وفي نفس الوقت إن هي ترعى الطفل اللي موجود معاها. فكان كل هم مصطفى إن هو بدأ يبحث أو يدور على مساعد يكون مساعد شخصي وفي نفس الوقت يؤدي طلباتها، لحد ما وصل لشخص يدعى وليد. وليد كان فيه كل المواصفات اللي هو عايزها، وبالفعل تم تعيين وليد، وكان كل شغله بيقتصر داخل الفيلا، يعني بيقضي الطلبات طول اليوم وبيشوف فيروز والأولاد عايزين ايه، وفي آخر اليوم خلاص بينصرف. وبالفعل من أول ما تم تعيين وليد وخلاص فيروز أصبحت خلاص مفيش أي شكوى منها، بل بالعكس بدأ كلامها كويس جدا مع مصطفى، فمصطفى حس إن خلاص والأمور هديت. بس بدأ بعد كده تظهر مطامعها، لما بدأت كل شوية عايزة فلوس، لا عايزة عربية، لا عايزة دهب، عايزة يعني بدأت تظهر أطماعها وإن هي فعلا بتحتاجه علشان المادة. بس مصطفى كان عارف إن وجوده بره مصر بعيد عن أسرته وزوجته وأولاده لفترات طويلة ده طبعا بيأثر عليهم، علشان كده ما كانش بيرفض لها أي طلب، وكانت أي حاجة بتطلبها كان بيلبيها لها فورا على طول. وفيروز ومصطفى بقى عندهم طفل و2 و3 لحد ما مر على زواجهم 5 سنين بالظبط. وبعد كده فضلت حياتهم على هذا الوضع، فيروز موجودة في الفيلا ووليد بيلبي لهم كل طلباتها هي وأولادها، ومصطفى على نفس الحال بيسافر وبيشوف مصالحه وبيشوف تجارته. بس في حاجة غريبة كان مصطفى بيلاحظها، إن طول ما هو بيبقى في فترة وجوده في مصر فيروز بتبقى دايما موجودة مع الأولاد وبتهتم بيهم وبترعاهم ودايما بتكون قاعدة معاهم. بس لما بيسافر كل ما بيكلمها وبيحب ان هو يسمع صوت الاولاد او يتكلم معاهم، فكانت دايما بتتحجج، يا اما انهم مش موجودين او انهم نايمين او انهم مثلا في النادي او اي حاجة، المهم ان هما ما بيكونوش موجودين معاه وما بيعرفش يكلمها. فبالتالي قرر ان هو لما هيرجع مصر هيقعد مع اولاده وهيسألوا بينهم وبينهم. والفعل لما رجع بدأ يتكلم مع اولاده، فقالوا له الغريبة ان هو اول ما بيسافر لمصر هي بتوديهم عند جدتهم، فهو تخيل ان جدتهم يعني بطبيعة ان هي جيدة على فيروز وبتفرض رأيها عليهم، هي اللي بتطلب منها ان هي تاخد الاولاد، وان فيروز بتبقى محرجة فبالتالي بتدي لهم الاولاد وما بترضاش ان هي تقول له علشان خاطر ما يتضايقش او يزعل ان هي بتسيب اولادها او اولادهم يروحوا عند مامتهم. بس الشك بدأ يدخل في قلب مصطفى، عشان كده قرر ان هو هيطلب من وليد المساعد الشخصي بتاعه ان هو في فترة عدم وجوده في مصر هيراقب فيروز وتحركاتها وكل حاجة بتصدر منها، وقصاد كده زودوا مبلغ كبير من المال على المرتب الشهري اللي بيديهوله كل شهر. وبالفعل وليد قدام الفلوس وافق ان هو فعلا هيراقب فيروز وهيديله تقرير يومي عنها. وتاني يوم خلاص مصطفى قرر ان هو هيمارس او هيكمل بقية عمله وسافر بالفعل. وبدأ وليد يديله كل تحركات فيروز، وكل التحركات بتقول ان مفيش اي حاجة مريبة وانها بتخرج من البيت وبتقضي مصالحها وكل حاجة، بس الغريبة ان ما ذكرش الاولاد خالص، ومفيش ولا مرة قال له ان الاولاد راحوا وباتوا عند جدتهم، بالرغم ان مصطفى كان واثق ومتأكد ان هم فعلا بيروحوا وبيباتوا عند جدتهم. علشان كده قلق من الكلام وقرر ان هو لما هيرجع مصر هيقعد مع الاولاد ويسألهم ويستفسر منهم تاني ويتأكد إذا كانوا فعلا بيروحوا عند جدتهم ولا لأ. وبالفعل لما رجع مصطفى وقعد مع أولاده اتأكد منهم إن هم فعلا راحوا أكتر من مرة وباتوا عند جدتهم. استغرب ليه وليد ما قالوش الكلام ده، بالرغم إن هو طالب منه إن هو يديله كل تحركات فيروز وخاصة كل حاجة تخصها وتخص الأولاد. عدت سنة كاملة على الوضع ده،
في الوقت ده كان مر 6 سنوات على جواز مصطفى وفيروز. فيروز عايشة حياتها مع أولادها وبتقضي وقتها وكل طلباتها مجابة، ومصطفى ما بين سفرياته في مصر والصين والدول التانية. بس الغريبة ان مصطفى لاحظ ان فترة وجوده جوه مصر دايما فيروز بتكون بعيدة عنه، ودايما بتكون نايمة مع الأولاد، ودايما بتحاول ان هي تتجنب ان هي تكون معاه في نفس الأوضة. لما سألها واتكلم معاها قالت له ده بحكم التعود، لأن هو دايما أصبح مش موجود في البيت، فأصبح خلاص بالنسبة لها حاجة طبيعية ان هي تكون موجودة مع الأولاد. وبالرغم من كده بدأ مصطفى يدخل الشك جواه، وبدأ شكه ينحصر في انها ممكن تكون خلاص مشاعرها اتغيرت من ناحيته، او انها خلاص ما عادتش بتحبه زي الاول. دخل الشك جوه مصطفى، عشان كده قرر ان هو هيفرغ كاميرات المراقبة اللي موجودة حوالين الفيلا. الكاميرات كانت موجودة على الفيلا وفي الشارع الرئيسي، وبالفعل لما فرغ كاميرات المراقبة ملقاش فيها اي حاجة غريبة او اي حاجة تخليه يشك. كل اللي كان بيشوفه ان فيروز يا اما داخله او خارجه مع الاولاد، وكان بيشوف وليد المساعد الشخصي بتاعه وهو بيدخل او هو بيقضي لهم طلباتهم، وفي اخر اليوم بيمشي عادي ومفيش اي حاجه. كل دي مشاهد عاديه ما كانش فيها اي حاجه تخليه يشك، لحد ما في يوم من الايام في سنه 2021 وهو في الصين لقاهم بيبيعوا كاميرا مراقبه صغيره جدا وبتشتغل من غير اي وسيله تعقيد، بحاجات بسيطه جدا. كاميرا صغيرة جدا في الحجم، صعب ان اي حد يلاحظها او يشوفها، تقدر ان انت تحطها في اي مكان، بتتابعها من خلال التليفون بعد ما بتوصلها بالانترنت. وبالفعل مصطفى جاب 2، واحدة حطها في اوضة النوم والتانية حطها في الحمام. كل ده علشان يعني يلغي الشك اللي جواه ويتأكد ان مفيش اي حاجة. وبالفعل وصل مصطفى الكاميرات وقعد اسبوع كامل في مصر. وبعد اسبوع كامل طبعا هو ما قالش لحد ان هو مركب كاميرات، وما عرفش اي حد بالموضوع ده، حتى يعني اقرب الاقربين ده. وبعد اسبوع كامل قرر ان هو هيسافر خلاص ويرجع لشغله للامارات، بعد ما اتاكد ان الكاميرات خلاص بتشتغل والوضع سليم وما فيش اي حاجه. وبعد ما خلص مصطفى خلاص كل اللي هو عايزه جوه مصر، قرر ان هو هيرجع لشغله في الامارات. وبالفعل لما رجع واستقر خلاص هناك، قرر ان هو يفتح الكاميرات علشان يتابع كل حاجة حواليه. وبالفعل لقى ان مفيش اي حاجة مريبة، وان فيروز والاولاد يومهم عادي. لما اتصل على وليد علشان يطمن عليهم، نفس التقرير قال له ان مفيش اي حاجة وان الوضع طبيعي جدا. مارس مصطفى عمله عادي لحد ما بقى الساعة 12 بالليل. قرر ان هو هيرتاح وهيقعد كده يفتح الكاميرات علشان يتابع فيروز والأولاد. وبالفعل لما فتح الكاميرا شاف ان فيروز موجودة على السرير في وضع خلى الشك يدخل جواه، فقرر ان هو يفتح صوت الكاميرات علشان يسمع. وبالفعل لما فتح الصوت سمع صوت أغنية وسمعها بتتكلم مع حد، فتخيل ان هي ممكن تكون تتكلم مع حد من الأولاد. بس الغريبة ان شاف وليد المساعد الشخصي بتاعه هو خارج من الحمام ولابس الملابس الشخصية بتاعت مصطفى. طبعا من الصدمة مصطفى ما كانش عارف او ما كانش عاد مدرك هو من اللي هو بيشوفه، خاصة اللي شافه بعد كده من خيانة زوجته مع وليد. فقرر ان هو تاني يوم هيرجع لمصر على طول. وبالفعل لما رجع وفيروز شافته كانت مصدومة، لان هي كانت عارفة ان هو هيبقى موجود برا مصر لمدة شهر كامل. فلما قعد معاها وقال لها ان هو هقرر ان هو يصفي كل مصالحه برا مصر، وهيقتصر او في ايامه الجاية هيكتفي بشغله جوه مصر لانه هو مش محتاج. طبعا فيروز اتصدمت، خاصة لما سألها عن وليد، اتأكدت ان هو ممكن يكون عارف. وبالفعل فتح لها الكاميرات ووراها كل حاجة، وقرر ان هو هينهي الحياة من غير ما يخسر اي حاجة، لان هو شايف ان هي ما تستاهلش ان هو ممكن يخسر اي حاجة علشانها. الغريبة بقى ان فيروز هي اللي كانت مرشحة وليد علشان يشتغل مساعد شخصي لمصطفى. لما بدأت تلح عليه ان هي محتاجة حد يكون موجود معاها في فترة ما هو برا مصر، وبدأت تقول له ان ده شخص مكافح وان هو محتاج فعلا للشغل، لحد ما فعلا مصطفى قرر ان هو يعينه. قرر مصطفى بقى ان هو هيرفع قضية زنا على زوجته، وهيرفع قضية اثبات نسب للاولاد. والغريبة انه لقى طفل من الاطفال دول ما هماش ابن او مش ابنه، علشان كده قرر ان هو يتخلص منها بدون اي خسائر. الغريبة كمان ان مصطفى عرف ان فيروز كانت تعرف وليد من قبل كده، وان كان في بينهم وبين بعض علاقة، وان والدتها نفسها عارفة كده. يعني ما شاء الله الاسرة كلها ماشية في الحرام. وبالفعل قرر مصطفى ان هو يتخلص منها ورفع عليها قضية زنا.
الأغرب من كل ده إن وليد كان معرف فيروز بكل حاجة، وكان بياخد منها فلوس قصاد التقرير اللي هو هيقوله لمصطفى زي ما هي عايزة بالظبط. يعني ما شاء الله عامل زي المنشار، بياخد من الجنبين، من فيروز عشان يبلغ مصطفى ومن مصطفى علشان يبلغ فيروز. وبالفعل تم رفع قضية زنا. طبعا مصطفى ما شاء الله كان ذكي جدا، ما خسرش نفسه، اتعامل بحكمة، وبالفعل اتهرمت من أولاد. بالرغم انها كانت عايشة في نعيم، كانت عايشة في حالة كويسة جدا، بس هي بطرت بنعمة ربنا اللي ادالها. ومصطفى قرر ان هو يصفي كل اعماله هنا في مصر، واخد الاتنين اللي طلعوا اولاده، وقرر ان هو هيستقر في احدى الدول العربية. طبعا اللي احنا بنقوله لكل شاب مقبل على الزواج، او كل بنت مقبلة على الزواج، حسن الاختيار، لان كل انسان بيكون فيه طبع صعب ان هو يغيره. زي فيروز ما بطرت بالنعم اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها لها، ورفضت حلال ربنا، وقررت ان هي هتعيش في الحرام. طبعا مصطفى ما شاء الله كان ذكي جدا، قدر ان هو ياخد حقه، قدر ان هو يفوز باولاده. وطبعا هي في الاخر هي اللي خسرت، هي وامها ووليد.